اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم على اخبار مهمه جدا عن نادي الزمالك. وزير الشباب والرياضه يقرر عزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك، وهنتكلم على اصابه مصطفى شلبي وهيغيب عن مباراه السوبر. هنتكلم على خوان كارلوس اوسوريو يقرر استبعاد حسام عبد المجيد. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل، واهم حاجه دعمكم يا زملكاويه. يلا بينا نخش على تفاصيل اخبار النهارده. هنبدا باول اخبار معانا. وقرر خوان كارلوس اوسوريو استبعاد حسام عبد المجيد من مباراه سيراميكا كليوباترا بسبب طبعا الاخطاء المتكرره، وشوفنا اخر خطا ليه كان في مباراه المقاولين اللي هو تسبب في الهدف الثاني بطريقه ساذجه جدا وضيع من الزمالك الثلاث نقاط، فيقرر استبعاده مره ثانيه، وممكن مع الوقت يرجع القايمه مره ثانيه. اتوقع انه ممكن يرجع محمد عبد الغني مره تانية جنب الونش، او ممكن يدي فرصه مره تانية لمحمود شبانه وتكون ثنائيه محمود شبانه والونش. ده كله ممكن نشوفه خلال الايام اللي جايه. ولكن حسام عبد المجيد كان عامل شغل كويس جدا السنه اللي فاتت، ولكن مستواه نزل جامد جدا خلال السنه دي في الدوري العام. ولكن عايز اقول لكم خبر التاني بعد كده ان مصطفى شلبي هيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وده كده بيأكد ان هو مش هيشارك في مباراة السوبر مع الزمالك ضد النادي الاهلي. طبعا مصطفى شلبي ان هو شاف مستواه كان بيتطور خلال المباريات اللي فاتت، وكان مقدم مستوى كويس جدا، على الرغم ان كان اداؤه لحد ما الدفاعي مش قد كده، ولكن كان بيحاول. ولكن مصطفى شلبي رسميا هيغيب عن مباراة السوبر. فقرر خوان كارلوس اوسوريو ان هو هيعتمد يا اما على ابراهيم منداي او احمد بالحاج ناحيه الشمال، وكل طبعا ده هنشوفه فيه خلال مباراه سيراميكا كليوباترا، المباراه طبعا القادمه بالنسبه لنادي الزمالك في الدوري القادم. والخبر الثاني بعد كده بيتعلق باحمد فتوح. عايز اقول لكم ان هو كان مصاب اصابه بسيطه كده، ولكن الاخبار بتاكد ان هو هيرجع مره ثانيه يشارك في المباراه، وهيكون كمان موجود في مباراه السوبر ضد النادي الاهلي. الخبر اللي بعد كده بالنسبه لاحمد السيد زيزو والاصابه اللي كانت عنده دلوقتي وبدا التاهيل، وممكن يلحق مباراه سيراميكا كليوباترا ويشارك في المباراه حتى لو يشارك حتى الشوط الثاني. ولكن احمد السيد زيزو انا عايز اقول لكم ان هو من اهم العناصر دلوقتي الموجوده في فريق نادي الزمالك ومن العواميد الاساسيه، فباذن الله يرجع اقوى من الاول، لان احنا محتاجين طبعا في مباراه الدوري والسوبر باذن الله. الخبر اللي بعد كده بيتعلق برئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور. دلوقتي وزير الشباب والرياضه تسلم القرار بعزل مرتضى منصور، ووافق كمان على ان هو يتعزل من نادي الزمالك والكلام ده كله. وعامة هو كده كده يحصل جمعية عمومية زي ما بقول لكم في خلال شهر 7 أو 8، ويتم انتخابات جديدة، ونشوف بقى الجمعية العمومية هتجيب مين رئيس لنادي الزمالك. أكيد طبعا أحمد سليمان أول مترشحين، ممكن كمان تلاقي حسين لبيب، عمرو الجنايني والناس دي كلها. فان شاء الله القادم خير بالنسبه لنادي الزمالك. ما تنسوش دعمكم للفيديو ورايكم تحت في الكومنتات بالنسبه لاخبار النهارده. اعمل لايك واشتراك، واشوفكم على خير. يلا سلام.